بيراميدز يتخطى النادي الاهلي. بيراميدز بيفوز على النادي الاهلي هدفين لوليد الكارتي. النادي الاهلي في اسوأ بداية ليه بيخسر 7 نقط، بيتهزم من بيراميدز، يتعادل مع مودرن سبورت، يتعادل مع غزل المحله. تخيل ان النادي الاهلي اللي دفع اكتر من 4 مليار جنيه عشان يستقدم مجموعة من النجوم اصبح منتخب افريقيا. شوف يا باشا، لما يكون عندك تريزيجيه، لما يكون عندك احمد سيد زيزو، لما يكون عندك بن شرقي، لما يكون عندك بن رمضان ده لسه في غير الخط الدفاعي، العش وياسين مرعي و كوكبة من النجوم زي الكابتن علاء عبد العال ما قال: النادي الاهلي مدجج بالنجوم. كل هؤلاء النجوم وكل هذه المليارات تفشل في الفوز على بيراميدز. اجتماع طارئ في النادي الاهلي حاليا، ليه؟ عشان يمشوا ريبيرو. هل يا ترى في شرط جزائي؟ ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي؟ كل هذه الملايين اصبحت عاجزة على ان تقود النادي الاهلي لصدارة الدوري العام. النادي الاهلي في حاجة غلط، في حاجات غلط يا باشا. ده اخرة صفقات كيد النسا. سرقت زيزو من الزمالك كيد نسا. كل الصفقات جاية مكيدة في النادي الزمالك، وعلى الرغم من ذلك الزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز، وبيراميدز بيتفوق عليك النهارده، واصبحت عاجز عن انك تحقق رغبات جماهيرك في انك تتصدر البطولة قبل التوقف الدولي. علامات استفهام كبيرة جدا. جماهير النادي الاهلي النهارده غاضبة جدا، بتقول عبارات صعبة جدا: العب بقى يا عم، خلي عندك دم. تخيل، ده هتاف جماهير النادي الاهلي من بداية الشوط الثاني ومن قبل نهاية الشوط الاول: العب بقى يا عم، خلي عندك دم. عارف يعني ايه جماهير النادي الاهلي تقول كده؟ يعني النادي الاهلي ما جاش ارض الملعب، الاهلي ما جاش. مش عارف يعني ايه جماهير الاهلي تهتف: يا ريبيرو روح لم حاجتك وامشي. الجماهير غضبانه، مش عايزه المدير الفني للنادي الاهلي. الجماهير تشعر ان لاعيبه النادي الاهلي ليست على قدر الفانيلا بتاعه النادي الاهلي، على الرغم من انهم جايين بكام يا باشا؟ بمليارات. تريزيجيه 500 مليون، زيزو 500 مليون، امام عاشور 3 مليون دولار، اشرف بن شرقي 2 مليون دولار. يا باشا ملايين انفقت. ده جابوا عمر الساعي ب 50 مليون ومشوه ما لعبش، راح اتألق مع النادي المصري. جماهير الاهلي النهارده ليله حزينه جدا وعصبيه. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن صفقات المكايده، ناتج عن صفقات كيد النسا. الجماهير النهارده بتزوم على اداره النادي الاهلي في الاستاد. ليه؟ شايفه الفرقه بتنهار. اسوأ بدايه للنادي الاهلي، اسوأ بدايه. انا متاكد وواثق ان ريبيرو سيغادر النادي الاهلي ربما هذه الليله، وانا بسجل لك الفيديو ده حالا. جماهير الاهلي غضب عارم في استاد السلام. وليد الكارتي بيحرز هدفين ولا اجمل ولا اروع عشان بيراميدز يتقدم، يطلع لفوق. الناس اللي كانت بتقول لك بيراميدز هياخد مكان الزمالك، لا، ده يبدو ان بيراميدز هياخد مكان الاهلي مش مكان الزمالك. اغلب لاعيبه النادي الاهلي ما جوش المباراه. لما تيجي تقيم، الشناوي راح له كورتين دخلوا فيه هدفين، اشرف داري اصابه وطلع، وليه بيداري كده على راي اسلام مهدي؟ كل مره اصابه. بيكهام علامه استفهام كبيره، عباره استفهام كبيره. العش يبدو ان العش مخروم، كل لما تحط فيه بيض يقع. محمد هاني على رأي اسلام مهدي صفر، ويمكن صفر كتير عليك يا عم اسلام مهدي. حل يا عم محمد هاني. صفر. كريم فؤاد ما جاش. بن رمضان يا جماعه لسه رمضان ما جاش، قدامنا 3 4 5 شهور على رمضان يجي، مدفوع فيه يجي 10 مليون دولار ومفيش مردود. عشان يا باشا صفقات المكايده وكيد النسا.
زيزو درجن 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 درجن، زيزو درجن 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 درجن، وحتى ما عملش الدرجن درجن النهارده يا جماعه. زيزو بالونه، انت اللي قلت مش احنا. زيزو بالونه عمل لك ايه؟ قول لي عمل لك ايه؟ زيزو اللي انت خدته عمل لك ايه؟ ولا اي حاجه، ولا جديد يذكر عند زيزو. درجن 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 درجن، زيزو ما جاش. مين تاني؟ اشرف بن شرقي، حتى استلامه للكوره تحس ان في حاجه. اللعيبه واوضه اللبس في النادي الاهلي متدمره. اشرف بن شرقي برضه ما جاش. جراديشار ده نزل. محمد شريف مره فوق ومره تحت ومتاخد مكايده عشان ما يروحش نادي الزمالك، وادي في الاخر النتيجه. كريزي ده مش عارف ده مدفوع فيه 500 مليون ازاي. كريزي ده مدفوع فيه 500 مليون ازاي؟ وكان يستحق الطرد. هذا الحكم الاسباني جامل النادي الاهلي انه ما طردش تريزيجيه لما وخد انذار تاني. جملة النادي الاهلي لم يذهب الى استاد السلام، وغضب عارم من جماهير النادي الاهلي يتحمله مجلس الاداره. ليه؟ عشان صفقات المكايده. دي اخرة صفقات المكايده، دي اخرة صفقات المكايده. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الاهلي على الصداره، الزمالك على الصداره، وبيراميدز بدا هيفوق ويبدا يحصله. يوريتيتش النهارده اتعامل مع المباراه بشكل جيد جدا، فتح الملعب، عمل له ستريتش وضغط عالي. جماهير لعيبه النادي الاهلي ما عرفتش تتعامل مع مباراه اليوم بين الاهلي وبيراميدز، ولذلك التفوق كان من نصيب نادي بيراميدز. يا باشا مش كل حاجه الفلوس، مش كل حاجه الفلوس. انت النهارده ممكن تكون مطالب انك تدفع شرط جزائي لريبيرو. يا ترى هيكون شرط جزائي زي برضه بتاع كولر 3.5 مليون دولار ولا هيبقى كام؟ ودي اخرة صفقات العند والمكايده. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل يا ترى هيرحل ريبيرو؟ هل اوضه اللبس هتفضل مولعه بسبب الفلوس اللي بياخدها زيزو؟ 120 مليون. اللعيبه مش عايزه تلعب. اللعيبه بتقول لك انت بتدي لده 120 مليون، اشمعنى احنا نجوم الفرقه. امام عاشور مش راضي يجدد. بصراحه بعد هذه المباراه امام عاشور يستحق اي فلوس. امام عاشور لو طلب اي فلوس من النادي الاهلي هيديها له. ليه؟ امام هو اللي شايل الفرقه. هزيمه الاهلي وفوز لبيراميدز، مليار مبروك لبيراميدز وهارد لك للنادي الاهلي. وادي اخره صفقات المكايده.